ازيكم ياللي مفيش منكم. اهلا بيكم وحلقة جديدة من مسلسلنا جميل الليل. تابعوني ودعموني بلايك شير واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويلا بينا. بنبدأ أحداث حلقتنا على نجم بيكملوا معاه التحقيقات وعمالين بيقولوا له انت اللي حرضت طبعا باسم علشان طبعا تسرق الفلوس، وهو قال كده عليك. رد عليهم نجم وقال لهم طب اللعبة دي قديمة قوي بصراحة انكم توقعوا بين الاتنين صحاب. انا قلت لكم ان انا ما عملتش حاجة، وبقولها تاني وتالت ان انا ما عملتش حاجة وبريء وعايز اخرج من هنا، عايز اروح الحق مراتي اللي حاولوا يضربوها او ام بنتي. فهنا طبعا قالوا له طيب انت عايز تلحقها ليه؟ هو انت عارف مين اللي ضربها؟ قال لهم معرفش، بس انا لازم اكون جنبها في الوقت ده علشان اشوف مين اللي ضربها. هنا اتسأل سؤال وقالوا له مش انت زمان رحت لحد السفير وفي بلد بعيدة علشان تتقدم لبنته وكمان حاولت تتهجم عليه وضربته؟ رد عليهم نجم وقال لهم لا انا ما ضربتوش، هو عرض عليا فلوس علشان اسيب بنته، رحت انا طبعا وقفته عند حده. رد عليه المحقق وقال له ساعتها بقى انت حلفت 100 يمين انك انت هتبقى غني زيهم، وبعدها بسنة حرضت صاحبك وصاحب عمرك باسم انه يسرق ابوه ويسرق البلدية. قال له لا طبعا ما حصلش حاجة زي كده، وبنروح عند باسم اللي بيقولوا له نفس الكلام وبيقولوا له قول في التحقيقات ان نجم هو اللي حرضك واحنا هنشيل عنك التهمة. وقال لهم ده ما حصلش. قالوا له لكن هو اعترف وقال انك انت كنت متعصب من بابا وطبعا رحت وسرقته. وقال له طبعا ده ما حصلش، واحنا طبعا شايفين الطريقة اللي بيتعاملوا بيها مع نجم وباسم علشان يوقعوهم في بعض. بعد كده بنشوف المسكينة ورد اللي بتكون بتاخد شاور وعمالة بترجع بذاكرتها لورا فلاش باك للهجمة اللي عملها عليها طبعا نورس واغتصبها، وكمان اللي حصل معاها في الغابة لما اخدوها الناس اللي كانت بعتاهم طبعا هند وهشام اخو جنى علشان طبعا يخطفوها ويضربوها. لكن هنا طبعا اتجننت وفاقت من اللي كانت بتفكر فيه وقعدت تصرخ وكانت مرعوبة جدا لأن الموضوع ده عمل لها أزمة نفسية. بعد كده بنشوف ملاك الصغيرة اللي قاعدة في الخوخ مع بلال ومع هيا وعمالين بيلعبوها، وهنا طبعا بتقرر ورد ان هي تتصل ببنتها علشان تطمن عليها، لكن طلبت طلب غريب من هيا وقالت لها ما تخليش بنتي تنام على السرير الموجود في الكوخ. قالت لها ليه بتقولي كده؟ قالت لها اسمع الكلام اللي بقولك عليه هيا، ممكن تفرشوا حاجة في الأرض وتناموا عليها لكن السرير ده ما تناموش عليه. طبعا كانت سمعاها رولا استغربت جدا من كلامها وقالت لها ليه يا ورد انتي بتقولي كده؟ قالت لها مش حابة اتكلم في اي حاجة وسابتها وسكت. بعد كده بنروح عند نجم اللي نبيل بيروح يزوره في السجن، وهنا بيتكلم معاه وبيقول له على اللي حصل وان هم حطوا ايدهم على القصر وهم ما بقوش قاعدين فيه. رد عليه نجم وقال له طيب رحتوا فين؟ قال له للاسف رحنا بيت باسم. اتضايق جدا طبعا هنا نجم وقال له كده باسم هيبقى عامل فينا جميلة. قال له اعمل ايه؟ ما كانش ينفع نروح مكان تاني؟ وامي كمان هند قالت انه ما ينفعش نروح فندق من فندق الناس المنافسين لينا. بعد كده بيسألوا عن ملاك وبيقول له ان ملاك كويسة وعمالة بتسأل عليك وبتقول بابا امتى يجي، وبيقول نجم ان هو اشتاق لها قوي، وبيسأل هنا عن بنت السفير. هنا بيرد عليه طبعا السيد نبيل وبيقول له هي كويسة، وقبل ما يكمل كلامه بيدخل باسم ويدخل معاه المحامي. وهنا بيكمل كلامه نبيل وبيقول ان طبعا ورد قدرت تنجح ان هي تروح الشركة وتاخد كل الفلوس وتعبيها في شنط وتطلع بيها كمان قدام البوليس. هنا رد باسم وقال طبعا بنت السفير دي محدش يقدر عليها. بص عليه نجم وكله غيظ وغيرة وكان عايز ياكله، لكن هنا اتكلم المحامي وقال قدامكم 10 دقايق تتكلموا فيها مع بعض، عايزه اقول لكم ان موقفهم صعب جدا. رد عليه نجم وسأل باسم قال له اوعى تكون خنتني في التحقيقات؟ قال له لا طبعا انا عملت زي ما انت قلت بالظبط. رد المحامي وقال ان التحقيقات بتاعتكم حلوه وكويسه بس للاسف فيه دلائل ادانه عليكم انه في 9 مليون جنيه اتسرقت من البلديه ودخلت حسابكم. رد عليه نجم وقال له يعني انت مش هتخرجنا بكفاله؟ قال له للاسف لازم تتحاكموا، وللاسف المحاكمه هتبقى كبيره، لو ما لقيناش حل سريع هتبقى من 6 شهور لسنه. بيتضايق جدا هنا طبعا نجم على الوضع اللي هم وصلوا له. بنشوف نجم المصر للمحامي يقول له طلعنا يومين بس وبعد كده حكمونا زي ما انتوا عايزين. اتضايق جدا باسم واتخض وزعق في نجم وقال له الموضوع انتهى، انت عايز تعمل ايه؟ قال له انا عايز اطلع علشان احاسب اللي
عملوا كده في بنت السفير واللي ماشيين على مزاجهم ولا كأنه عملوا حاجة. اتزعق فيه طبعا هنا باسم وقال له ما من زمان اللي عمل في بنت السفير اللي عمله، انت سايبه بيتمشى ولا كأنه حصل حاجة. هنا بيطلب نجم منهم كلهم يخرجوا بره ويسيبوه مع باسم، وهنا طبعا بيبدأ يتخانق معاه وبيمسك في رقبته وبينزل فيه ضرب. وهنا باسم بيزعق مع نجم وبيقول له انا مش معاك في اي حاجة بتعملها، البنت كلمتك وقالت لك وانت مصدقتهاش، جاي دلوقتي بتصدقها رغم ان هي صدقتك على طول ومن غير نقاش. اتضايق جدا نجم وقال له انت ازاي بتحب حبيبة صاحبك، انت ازاي بتخوني، انت ازاي بتطعني في ظهري، وعلى طول حبيتها وعلى طول كمان صدقتها. برافو عليك يا باسم، برافو بجد عليك. قولي ازاي انت بتفكر كده؟ يعني علشان انا ما صدقتهاش يبقى خلاص حرام عليا ان انا احبها، وانت المفروض عادي جدا تحبها لمجرد انك صدقتها. يا سلام، هي دي الصداقة، هي دي الاخوة، هي دي عدم الخيانة، هو ده الوفاء بالوعد يا سيد باسم. بينهار نجم وقال له ان الحب لما تصدق بيبقى سهل، لكن المشكلة لما تحب حتى لو انت مش مصدق. قال له انا مشكلتي ان انا بحب قوي ومش مصدق برضه، اعمل ايه في نفسي؟ هي دي مشكلتي. وللأسف الاتنين بينهاروا. بعد كده بنشوف هند اللي بتدخل الأوضة على ورد وتبص عليها وهي نايمة وشايفة وشها فيه علامات الضرب. بتتضايق جدا وتحزن وتخرج برا الأوضة وبتكلم هشام وتقول له بكرة الصبح الاقيك في الجنينة برا. وبنروح تاني يوم الصبح لما بتنزل هند علشان تقابل هشام، بتمسك في خناقه وبتقول له ازاي تعمل كده، انا قلت لك خوف البنت مش تمد ايدك عليها، انا قلت لك ان دي ام حفيدتي ومش عايزة حد يلمس شعرة من شعرها، انت ازاي بتعمل كده؟ وبترجع بينا فلاش باك لورا لما كانت بتتكلم مع هشام وتتفق معاه انه بس يخوفوا ورد لكن محدش يلمس شعره منها، لان هي في الاول والاخر ام حفيدة عيلة الغانم. وهددت كمان هند هشام انه لو الموضوع انكشف مستحيل طبعا نجم يعرف اي حاجة وان هي ورا الموضوع ده والا هتحرقه حق. وفجأة بنروح ونشوف باسم اللي بيدخل على السفير في اوضة نومه. خرج، ايوه خرج، بس خرج ازاي ده اللي هنعرفه كمان حبة. هنا بيتخض السفير اول ما بيشوف باسم في وشه، بيقول له ايه ده، انت مين ودخلت هنا ازاي؟ قال له السؤال الاصح انت اللي جيت هنا ليه وعايز مننا ايه؟ عايز فلوس؟ الفلوس انت تسببت في مصادرتها وما بقاش معانا فلوس، لكن لو عايز تعرف انا مين فانا باسم. باسم، واحمد ربنا ان انا جيت وما جاش طبعا نجم، علشان كانت هتبقى وقعتك سودا بالمعنى الاصح. انت عايز مننا ايه وبتعمل هنا ايه؟ لازم تجاوبني على كل الاسئله اللي هسالك دلوقتي. هسألك كل الأسئلة. أولا، أنت ليك علاقة في اللي تهجموا على ورد وضربوها؟ قال له هجوم؟ هجوم إيه؟ قال له الهجوم اللي حصل لبنتك. قال له لا طبعا. قال بصراحة هي قالت كده في التحقيقات إن هي ما تعتقدش إن باباها يشتغل مع ناس مؤذية زي دول. لكن هنا بيقول له طيب طمني عليها، هي كويسة؟ رد عليه باسم وقال له تصدق الدمعة هتنزل من عيني؟ يا لهوي على الحنية يما، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ ده على أساس إن بنتك كانت كويسة من سنين لما جت وقالت لك إن نورس اغتصبها وأنت كبرت دماغك وعملت نفسك مش فاهم اي حاجة. وهنا باسم بيسأله السؤال التاني وبيقول له مين اللي اداك المعلومات المزيفة دي علشان تخلي الولية تقوم علينا القومة اللي قامتها دي؟ انا عايز اعرف مين اللي عمل كده. نورس، اكيد نورس هو اللي عمل كده، يمكن انت تكون اداة في ايده، وهستعجب ليه ما انت قاعد في بيته، فاكيد هو اللي ورا كل ده، او يمكن في حد بيخدنا قاعد بيديلك المعلومات عننا. بص وسكت السفير، لكن هنا باسم وقال له شكلي انا على الطريق الصح، عامة هسيبك دلوقتي ووصل سلامي لنورس وقول له ان باسم متشوق جدا انه يشوفك، لكن ان كان على التعذيب فده فرع من مسؤولية نجم وهو اللي هيتصرف في اي حاجة. وبيسيبوه بيمشي. لكن باسم وهو خارج بيلاقي ان نورس جه. طبعا هو ما يعرفش نورس قبل كده، وبالصدفة كان بيكلم نجم وبيقول له في واحد داخل دلوقتي شكله عامل زي الضفدع لحد ان انا حاسس ان انا شامم ريحته من هنا. رد عليه نجم وقال له هو ده نورس، لكن طبعا الذكي نورس دخل باب تاني لخلى طبعا باسم يقول لنجم لا ده شكله حد من الجيران لانه ما دخلش على سيادة السفير. وهنا طبعا نورس بيدخل متعصب جدا لسيادة السفير وبيقول له ازاي قدمت فيهم بلاغ وازاي خرجوا، ازاي لسه موجودين بره؟ قال له ده معرفش هم خرجوا ليه وهيرجعوا السجن تاني ولا لا.
بعد كده بنشوف طبعا السيد نجم اللي بيوصل للشركة وبيقابله طبعا فرد الأمن وبيفرح جدا إن نجم خرج من السجن، لكن نجم بيقوله إن هو عايز سجلات الكاميرات، لأنه طبعا قالت في التحقيقات ورد إن هي خدت تاكسي من قدام المكان لما لقيت طبعا قدام الفندق عربيتها العجل بتاعها بايظ. فطبعا الولد ده حب يساعد نجم، لكن للأسف ما قدرش يساعده، لأنه طبعا كان ممنوع انه ياخد تسجيلات من تسجيلات الكاميرا بعد التحفظ عليه. بعد كده بنشوف نجم اللي قاعد في العربية وماسك الورقة اللي فيها تحقيقات بتاعة ورد والكلام اللي قالته في التحقيق، وبيتضايق جدا وبيرجع فلاش باك للحظة ما طردها بره الكوخ وقالت له صدقني يا نجم. وطبعا نجم ساعتها قعد منهار طبعا، وبيجي باسم وبيقول له كفاية بقى اللي انت بتعمله ده، المفروض دلوقتي ندور على حل بدل ما انت قاعد تندب. فجأة بيقول له طيب مين اللي مش عايز ورد هنا؟ فرد عليه باسم وقال له إذا كانت على القائمة فهي كبيرة قوي، نبدأها بالسفير ولا أمك الست هند ولا أمي فريدة ولا كمان جنى وأخوها وأمها. فهنا طبعا بيتخض جدا نجم لما بيسمع الكلمتين وقال له يلا بينا. قال له هنبدأ من فين؟ قال له من أخو جنى هشام. لازم نروح لهشام ونشوف الحكاية ايه من اولها لاخرها، واللي عمل كده في ام بنتي لازم يدفع التمن غالي. وبعد كده بنشوف رنا اللي بتروح لجنى وبتقول لها بقولك ايه، اديني بقى الذهب بتاعك، لان انا حضرت الذهب بتاعي كله وحطيته في كيس وهديه لحماتي دلوقتي. طبعا اتضايقت جدا جنى وما كانتش عايزه تعمل كده، لكن قالت لها هنا رنا ايه مستخسره الذهب في حماتي ولا ايه؟ ما تباني على وشك الحقيقي. طبعا جنى خافت وعملت الكلام اللي قالت لها عليه رنا. بعد كده بنشوف طبعا هند وهي قاعده مع فريده، وطبعا بتسرب لورا وتقول لها روحي هاتيلي الدواء بتاعي من فوق، وبتبدأ تتكلم مع فريدة وتقول لها انت مالك بتتهربي مني امبارح ليه؟ انت ازاي تخلي واحدة زي دي موجودة هنا في البيت؟ شفقتي عليها على طول وقلتي خليكي؟ قالت لها ما خليهاش ليه؟ مش هي اللي انقذتنا وانقذت الفلوس اللي في الشركة واتضربت المسكينة؟ ده انا لولا شوية ما كنتش هصدق وكنت هقول ان انت اللي بعتي ناس يضربوها، لكن قلت اكيد طبعا انا غلطانة وهند ما تعملش كده. هند طبعا وشها راح لون وجه لون، وفجأة بتدخل عليها رنا ومعاها جنى وجايبين الذهب. وهنا بتقول رنا لحماتها حماتي حلوة، انا عارفة ان الفلوس اللي خدوها من الشركة يا دوب تكفي، لكن انا جبت لك كل الذهب اللي هو من خيركم، اتصرفي فيه براحتك. بتفرح جدا هند وبتبوسها وبتقول لها رنا كمان بوسي كنتك الصغيرة، علشان طبعا كمان جابت الذهب بتاعها. وطبعا هنا جنى كان باين عليها انها مغصوبة، لكن فجأة وهما بيفضوا الذهب لقيت في علبة فيها طبعا خاتم وكمان عقدة ألماس. ردت هنا رنا وقالت لها أمال فين الإسورة؟ وبصت عليها هند باستغراب، لكن جنى خرجت نفسها من القصة. وطبعا احنا عارفين ان الإسورة دي اديتها لأخوها هشام ساعة ما كانت طالبة منه ان يلغي فكرة الانتقام من ورد، لكن هنا قالت لهم شكل نسيتها وقعت مني في البيت وانا مخضوضة وكنت بلم حاجتي وبمشي. فجأة هنا بيجي نبيل وبيقول الخبر الحلو اللي فرح الكل، ان طبعا باسم وكمان نجم خرجوا من السجن، لكن في الوقت ده بيدوروا على اللي عمل عملية السوداء في بنت السفير. سمعتهم طبعا هنا الست ورد وكانت مبسوطة وفرحانة جدا بالوضع اللي هم فيه وان هم كمان خرجوا، لكن كانت قاعدة في المطبخ ومرضتش تاكل مع بقية العيلة علشان طبعا ما يتضايقهمش ويضايقوها، وقعدت مستنية هناك في المطبخ. وبعد كده بنشوف نجم وباسم اللي بيوصلوا على القهوة وبيمسكوا الرجالة اللي كانوا طبعا مع هشام، وهشام طبعا كان مستخبي جوه القهوة دي، لكن هو هنا طبعا مسكهم نجم وصورهم وبعت الصور لوردة علشان تتأكد إذا كان هم دول اللي حاولوا يعتدوا عليها وتهجموا عليها وضربوها ولا لأ. أكدت طبعا ورد المعلومة وطلعوا هم اللي عملوا كده. قعدوا يعذبهم طبعا هنا نجم ويضرب فيهم لحد ما قالوا إن هشام هو اللي عمل كده. طبعا هنا بيتأكد طبعا نجم ان اللي عمل العملة سودا دي هشام، وهو ورا الناس اللي راحوا اختطفوا ورد وضربوها. بيروح على البيت على طول وبيتهجم على البيت وبتفتح له حماته وفاكراه جاي يسلم عليها، بيقول لها ابنك اللي كان باعت ناس ورا ام بنتي بنت السفير علشان يضربها ويتهجموا عليها، قولي له ان انا مش هرحمه، ولو انت ليكي ايد ولا جنى ليها ايد انا مش هرحمكم انتوا كمان ومش هخليها على ذمتي دقيقة واحدة. طبعا الام بتنهار وبتقول له ايه هي النجم يا ابني ما عملش كده اهدى. قال لها يا حبيبتي الكاميرات جايباه وكمان الرجاله اللي عملوا عملتهم السوداء اعترفوا عليه. الست بتنهار وبيمشي طبعا نجم علشان يشوف هشام ده راح فين وهيعمل فيه
ايه؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل تاني؟ وكمان نجمة هيتواجه مع جنى وكمان مامتها واخوها ويعمل فيهم ايه؟ وهل هينكشف السر ونعرف ان هند ورا كل القصة؟ وكمان هيكون رد فعله ايه لما يروح البيت ويشوف كمان ورد؟ وايه هيعمل معاها ومع نورس اللي رجع للبنان؟ عايزين تعرفوا كل المعلومات دي والاجابات على الاسئله دي هتلاقوها في الحلقه اللي جايه. تابعوني ودعموني بلايك شير واشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ويلا بينا.